لا، ما هو انت تسيب اللي شغال معاك ياكل عيش. انا بتجنن جدا من صاحب الشغل او المدير اللي اول ما يعرف ان اللي شغال معاه بقى يشتغل مثلا بارت تايم او بيشتغل فريلانسر نفس الشغلانه اللي هو بيشتغلها معاه، الدنيا بتقوم ما تقعدش. ازاي بتشتغل معايا وبعد الشغل مثلا تروح تشتغل في مكان تاني او تشتغل شغل لوحدك في مكان تاني؟ لا لا، سيبه يشتغل. ده هيفيدك على فكره، مش هيضرك، هيفيدك جدا كمان. هو اولا مش هياخد رزقك، ثانيا ودي الاهم، الشغل التاني ده بيزود الاكسبيرينس، بيزود النوليدج، فبالتالي ده بيعود بشكل غير مباشر على شغلك. فلما انت تسيبه يشتغل بره، هو بيشوف السوق، بيحتك بيه اكتر، بيعرف، بيشوف افكار اكتر، فده هيرجع لك انت بطريقه غير مباشره. انا المفروض في الحاله دي تساعده، اديله دفعه علشان يعمل ده، ما وقفوش. هو مش هياخد رزق. امتى اوقفه او امتى اقول لا او امتى ارفضه كمان؟ لما الاقيه بياخد العميل بتاعي، يعني الاقيه ان انا صرفت على عميل وجبته وبذلت معاه مجهود وفلوس وتسويق وي وي وي، وفي الاخر الاقيه هو بمنتهى السهوله كده من بره بره، تعالى يا باشا، انا هبيع لك الخدمه دي بسعر ارخص بس من بره بره، وما تقولش لحد. في الحاله دي لو انت عرفت، لا ارفضه. ليه؟ ده مش امين، ده كده بيسرقك.